السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن الأحوال. النهارده صحيت الصبح. داخلة أصحي الولاد عشان يروحوا المدرسة. لقيت ابني الصغير، لقيته سخن. فقلت أعمل ايه؟ قلت هو مش هيروح المدرسة كده كده النهارده. فقلت ايه، قبل ما اعمل اي حاجه اصحي اخواته والبسهم واوديهم المدرسه. بعد ما صحيتهم ووديتهم المدرسه قلت بقى ايه، اعمل له حاجه كده عشان ياكل، عشان اعرف اديله علاج واعرف اتصرف. لان انا من متعوده يعني. اما بصحى من النوم بروح اجس العيال كده، يعني اشوفهم اللي دافي منهم، اللي مش كويس لا قدر الله لو في حاجه، ان اقدر اتصرف بدري واعمل الاسعافات الاوليه، يعني اللي الامهات كلها عارفاها. ربنا يعافي اولادنا جميعا، واحنا عارفين ان الجو اليومين دول ملخبط. آه، فمش مستحمله يعني. فربنا يعافينا يا رب ويعافي اولادنا. هندخل بقى على الفيديو، بس قبل ما ندخل على الفيديو كده نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. وندعي لاولادنا اللي هم التعبانين، ان ربنا يشفيهم ويقومهم بالسلامه. عندي طبعا هعمل شوربه خضار. اي خضار عندك حطيه فيها. انا عندي هنا جزرايه، وعندي كوسه، وعندي فاصوليا خضراء كنت مفرزاها، وعندي بسله خضراء برضو كنت مفرزاها، وعندي بطاطس انا قشرتها وقطعتها وحطيتها في ميه عشان ما تغيرش لونها، وعندي طماطمايه، وعندي كزبره. اي خضار عندك بقى حطيه. التوابل بقى اللي هستعملها في شوربه الفراخ ديت. انا طبعا مش ما عنديش في الوقت ده فراخ او اي حاجه. ف هستخدم مكعب مرق. مش حابه مكعب المرق، لو عندك شوربه استخدميها، لو ما عندكش مش حابه ان انت تعمليها بشوربه يعني. تستكفي بالتوابل. انا هستخدم بقى ملح وفلفل وكمون وكزبره ناعمه. مش هستخدم اكتر من كده، لان اللي هياكلها طفل يعني، مش عايزينه يحب الطعم، ما يشمئزش منه. وهحط معلقه صغيره سكر عشان تديها طعم حلاوه كده، الطفل ما يجزعش منها. هندخل بقى على الفيديو، وتعالوا نروح بقى على النار. انا جيت هنا بقى بمعلقه واحده زيت، نزلت بيها في حله، وهشوح بقى الخضار ده كله كده. هنزل بس بالبصل الاخضر كده زي ما حضراتكم شايفين. هشوحه بس يا جماعه، انا مش عايزاه ياخد لون او حاجه. انا هشوحه بس بحيث ان الطفل يعني ما يحس بطعم الخضار، ان هو طعمه جميل كده واخد تشويحه حلوه. هنزل بقى بالخضار بتاعه كله مره واحده. كل ما هنزل بحاجه اقلبها في معلقه الزيت. معلقه الزيت دي يا جماعه اللي بيقول لك ما تعمليش شوربه الخضار فيها زيت. دي معلقه واحده، يعني مش هتاثر. معلقه بسيطه بس خالص كده، عشان احمص بها الخضار بتاعي ياخد التشويحه الحلوه دي. هنزل بقى بالبسله كده برضو. كل حاجه هحطها يا جماعه هتاخد لها التشويحه دي. طبعا يا جماعه على نار متوسطه، مش على نار عاليه ولا حاجه، هي على نار متوسطه كده. هنزل بقى بالجزر اهو. الجزر انا عاملاه حلقات كده برضو عشان يرضى ياكله برضو، عشان لما هيبقى قطع صغيره هياكل كميه بسيطه. انما لو ما يكون حلقات كده هتبقي عامله كميه الجزر كبيره، مش هتبان اما تبقى حلقات. فهياكل الحلقه كده يعني، هتحس ان هو اكل. انما لما بتبقوا مقطعاه صغير، مهما ياكل ما بيظهرش كده. كده هنا بقى كان خد تشويحه تمام وحلوه كده. هنزل بقى بالبطاطس.
كنت صفيتها من الميه بتاعتها. وبعدين نعود ولادنا يا جماعه انه احنا ياكلوا خضار، مش شرط بس في اوقات اما بيكونوا تعبانين. انا عارفه ان الولاد كلها انفه في اكلها ومقرفين في اكلهم، بس لازم نعودهم ان هم ياكلوا خضار. الولد لما بيبقى متأسس على الخضروات والحاجات المفيدة طبعا بيكون جسمه صحي وربنا يعافيه يا رب. كده انا هجيب بقى التوابل بتاعتي، هنزل بيها كده. انا هسيب الكوسه والطماطم للاخر خالص عشان انا مش عايزاهم مهريين، لان طبعا احنا عارفين ان الكوسه بتستوي بسرعه، فانا مش عايزاها مستويه قوي. طبعا احنا عارفين شايفين، بصوا مفيش سوائل خالص. هفضل اقلب فيها كده لحد ما السوائل ديت تروح خالص منها، وبعد كده ابقى انزل عليها بميه دافيه، او لو عندك شوربه. بس انا ما بحبسش الشوربه لان بتبقى دسمه، واحنا مش عايزين حاجه دسمه، لان ده طفل عنده سخونيه. هنزل بقى بمكعب مرقه الدجاج كده، واغطيها كده حوالي 5 دقايق، من 5 دقايق ل10 دقايق، وهرجع لكم تاني. شايفين بقى يا جماعه؟ شايفين بصوا انا لسه ما حطيتش ميه ولا حطيت اي حاجه. الخضار بيفرز السوائل بتاعته. انا عايزاه ده عشان الخضار كل الشوربه بتاعته لما اجي اكلها لابني، او اكل الخضار واديله معلقه شوربه كده بعد الخضار، نفسه ما تجزعش منه، وتبقى الفايده بتاعت الخضار نزلت في الشوربه. في الوقت ده بقى هنزل بالكوسه برضو. طبعا ملاحظين ان الخضار بتاعي بقى شفاف اهو، البطاطس بقت شفافه، يعني مش يعني السوا بتاعها مش بدأت تدخل في عمليه السوا كده. هنزل بقى بالطماطم اللي انا مقطعاها شرايح كده كبيره. انا عايزاها كبيره كده، مش عايزاها صغيره برضو كده. كل الخضار يا جماعه مليان فوائد ومليان فيتامينات لا تعد ولا تحصى. كده انا حطيت الحاجه. هحط بقى البقدونس والكزبره. عندك بقدونس بس ماشي، ما عندك كزبره بس ماشي. انا مقطعه كزبره على بقدونس، ولو عندك شبت يا سلام يبقى جميل. شايفين بقى اللون يا جماعه عامل ازاي؟ هسيبها برضو من 5 دقايق كده تاخد وتدي مع نفسها، واغطيها، وهرجع لكم تاني لما اجي بقى انزل عليها بشويه ميه. هنا خلاص بدات تدخل في السوى الكامل. هنزل بقى بالميه قد كوبايه، واجيب كوبايه تانية. طبعا الميه تكون سخنه مش بارده يعني، ولا مغليه، بحيث انها برضو الخضار يبدأ برضو ايه ينزل الفوائد بتاعته في الشرب كده. واغطيها بقى لحد ما تستوي. هنزل بقى في الوقت ده كده بمعلقه سكر صغيره، مش اكتر من كده، واسيبها بقى تستوي. ولو وصلت معايا في الفيديو لحد هنا، بتمنى منك ان انت تعملي الاشتراك وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وخليكم معايا ما تروحوش في حته. شايفين بقى دي بقى شوربه الخضار اللي انا عملتها معاكم اهيت. شايفين مفيده جدا يا جماعه للاطفال، وللكبار كمان زي ما حضراتكم شايفين كده اهيت. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا.
بتمنى منك بقى ان انت لو وصلت معايا لنهايه الفيديو، بتمنى منك ان انت تعملي لي اشتراك وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.